ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومساء الخير عليكم، وحلقة جديدة من هري ولدت وعجن الخميس. الليلة دي كان مفروض أهري ولدت وعجن في حكاية سفاح قرموز، لكن في حادثة حصلت الأسبوع دوت هتخليني أجل الكلام عنه شوية. والحادثة حصلت يوم الاثنين في محافظة بورسعيد. يوم الاثنين ماتت قتلت فتاة اسمها خلود درويش. تم قتلها على يد خطيبها المتهم محمد سمير بعد رفضها الرجوع إليه بعد فسخ خطوبتها من فترة قصيرة عشان قالت لأ. تفاصيل الخبر بشعة وحزينة، خاصة لما نعرف إن خلود يتيمة وكان ليها أخوات أصغر منها، واحد عنده 18 سنة والتاني 9 سنين فقط. خلود كان عندها 20 سنة وعايشة مع عمتها واخواتها في حي شرق. ومن 4 أشهر فقط هي ابتدت تشتغل في مصنع للمنسوجات في المنطقة الحرة وقت أجازة اخواتها. هناك قابلت زميلها محمد سمير اللي اتقدم لخطوبتها وهي وقفت. سمير من محافظة الدقهلية برضو، وطلع ان طبقا لاصدقاء خلود هو كان متجوز وكمان مخلف طفلة، وفي تقارير صحفية بتقول ان خلود الله يرحمها ما كانتش تعرف وان هي فسخت الخطوبة بسبب كده، وفي تقارير تانية بتقول ان هو كان قايل لها انه طلق الست ببنتها، وان من اسباب فسخ الخطوبة سوء اخلاقه وغيرته الشديدة. دلوقتي طبقا لبيانات النيابة العامة وتحقيقاتها قبل الواقعة بيوم اللي هو يوم الأحد، خلود راحت المصنع وقدمت استقالتها علشان تهرب منه بعد فسخ الخطوبة. هو كان مصمم ان هي ترجع له وهو كان رافض، وهي كانت رافضة، انا اسفة، الا انه اعتدى عليها طبقا للشهود من زمايلها في المصنع. يوم الواقعة اللي هو الاثنين، سمير ساب شغله بدري وتسلل لبيت عمتها ودخل الشقة من البلكونة طبقا لجارة شافتها من العمارة المقابلة لعمارتهم. وانا مش عارفة لو هي بلغت الشرطة او بلغت الناس او لأ. معلوم النيابة اوريدي استجوبت الجارة دي واعتبرتها من ضمن ال 18 شاهد اللي هي في ملف القضية. وفي الشقة تهجم على خلود وظل يضربها على راسها وعلى وشها. خلود حاولت تستغيث بالناس، واصلا هي كانت بتتكلم في التليفون مع صديقة ليها وقت لما هو تهجم عليها، وقت ما هو هجم عليها وكده. هو الصديقة دي عملت حاجة في منتهى الذكاء، ان هي فتحت الريكوردر وكانت في نفس الوقت سامعة صوت صاحبتها خلود وهي بتترجاه. هو الاول قال انا هقتلك، هي خلود الله يرحمها كانت بتترجاه انه ما يقتلهاش، لا هقتلك. الصديقة دي عملت حركة في منتهى الذكاء ان هي سجلت المكالمة، ويعني لنا يبدو ان هي كانت على موبايل اندرويد، لان للاسف ايفون ما عندهاش خدمة الريكوردر بيلت ان جوه التليفون. يعني انا نفسي ابعت لابل فكرة ان هو شوفوا انتوا بتقولوا احنا مش حاطين خدمة التسجيل التليفونات، تسجيل مكالمات التليفون عشان حاجات قانونية، لا هو شوفوا ازاي تسجيل يعني في الحالة دي فاد ازاي. طبعا انا اسفة اني كالعادة خرجت على النص. المهم خلود كان الراجل المجرم بيضربها على راسها وعلى وشها لدرجة ان هي اغمى عليها، راح هو خنقها بالاشارة. اولا انا اسفة بس الحلقة دي كان مفروض اقول تحذير على الوصف الفايلنس او العنف اللي فيها. انا اسفة جدا ان انا محطيتش التنبيه دوت في الاول، بس هحطه في الديسكريبشن ان شاء الله. آه روح خلود طلعت لخالقها، وسمير نط ساب الشقة، ويبدو انه خلود الله يرحمها صرخت بشكل جامد في الشارع لدرجة ان هم تنبهوا ليه ومسكوه. وهنا انا عايزة اقول حاجة، ان كانت في صفحات نسوية بتدعي ان خلود تم قتلها في الشارع وتم خنقها في الشارع. ده مش حقيقي، هي في بيتها. احنا وصلنا بقى لمرحلة البيت نفسه.
اللي في الشارع هم اللي وقفوه مسكوه لغاية ما الشرطة جت قبضت عليه. الله يرحمها خلود، الجريمة تفاصيلها بشعة. أنا آسفة، أنا نسيت أقول حاجة، إن النهاردة يوم الخميس النيابة العامة في مصر أحالت محمد سمير قاتل الله يرحمها خلود درويش إلى المحكمة الجنائية. الله يرحمها خلود، الجريمة تفاصيلها بشعة جدا، والصراحة هي شهيدة إن شاء الله. يعني كما لو كان هي أخدت مصيرها من اسمها، لما الواحد يفكر فيها شوية هي اسمها خلود والشهداء خالدين فيها، فهي أخدت نصيبها من اسمها الله يرحمها لما الواحد يفكر فيها بجد. ربنا يصبر أهلها وخاصة أخواتها، وخاصة الولد اللي عنده 9 سنين اللي فقد الأم والأب وكمان الأخت في حادثة في منتهى البشاعة. دلوقتي خلود درويش هي أحدث ضحية فيميسايد في مصر. إيه هي الفيميسايد؟ هو مصطلح أطلق على جرائم القتل ضد المرأة. المصطلح دوت تاريخيا ظهر في القرن ال19 في إنجلترا كمحاولة إن احنا لتعريف قتل المرأة نفسها. أولا هي الهوموسايد بالإنجليزي اللي هي قتل الإنسان أو كده، هومو هو الإنسان، فكان في واحد في إنجلترا قال طب يعني قتل المرأة نخليها فيميسايد، بس الناس مركزتش قوي على الموضوع للأسف. قعد سنين سنين سنين، والمصطلح دوت لأول مرة يتم استخدامه على شكله أوسع لمناقشة قتل النساء كان في السبعينات مع وجود الحركات النسوية. أيوة، الفيمينيست هم السبب إن المصطلح دوت يرجع تاني ويتم استخدامه في الحياة العامة جامد من السبعينات. وعلى فكرة دي أثناء الفترة الذهبية للسفاحين المتسلسلين السيريال كيلرز في الغرب زي في أمريكا وزي إنجلترا. ولما تفكر فيها شوية وارجع للحلقة اللي فاتت كمان، إن الأعداد الأكثر من ضحايا السفاحين حتى الآن هي للسيدات، الحلقة الأضعف في المجتمع. فيميسايد المصطلح دوت بيطلق على جرائم قتل ضد المرأة بسبب نوعها كمرأة، وغالبا ما تكون الجرائم دي على يد شريكها اللي هو جوزها، حبيبها، صاحبها، خطيبها. وطبعا عندنا الجرائم على يد الأب أو الأخ، وطبعا جرائم ما يعرف بقتل الشرف تقع تحت جرائم الفيميسايد. دلوقتي طبقا لمنظمة الصحة العالمية الفيميسايد هو يعتبر أقصى درجات العنف ضد المرأة. أقصى درجات العنف ضد المرأة إيه درجات العنف التانية اللي موجودة؟ التحرش، الاغتصاب، التحرش بأنواعه، عندنا التحرش اللفظي، التحرش اللفظي الجنسي، التحرش يعني درجات كلها، الاغتصاب، الضرب، كل هذه ده بيبقى سبيكترم حلو اللي هو بتاع العنف ضد المرأة، آخره قتل المرأة الفيميسايد. خلود درويش من بورسعيد هي رابع فتاة اسمها يوصل للإعلام من ضحايا الفيميسايد في مصر. بعد صيف أقدر أقوله فيميسايد بامتياز. أيوة، احنا كان عندنا صيف فيميسايد بدءا من نيرة أشرف الله يرحمها في شهر يونيو في جريمة قتل أبشع ما تكون، تم تصويرها فيديو، وأظن هي دي اللي سببت صدمة للمجتمع المصري. طبعا أنا مش محتاجة أقول إن يعني نيرة أشرف دلوقتي بيتم قتلها هي وعيلتها مرارا وتكرارا على يد محبي ومؤيدي قاتلها محمد عادل، وكمان عابدي عابدي الهيتس والفيوز في السوشيال ميديا من ناس ما عندهاش ضمير وما عندهاش أخلاق كمان عشان أبقى صريحة. بعد نيرة كان في سلمى بهجت من الشرقية الله يرحمها في شهر أغسطس. يعني شوف، نيرة كانت في شهر يونيو، سلمى بهجت في شهر أغسطس، إلى أماني بهجت الله يرحمها من المنوفية في شهر سبتمبر. الأربع بنات. وطبعا احنا عندنا الأسبوع دوت خلود درويش من بورسعيد، 4 بنات أكبرهم سنا كانت نيرة أشرف. وإلى حتى الآن أنا عايزة أقول إن
انا اسفه بس يعني الاربع بنات دولت زي الفل وزي القمر وهن شهيدات عند ربهم باذن الله. آه، بس هما مش لوحدهم، في ستات تانية وحكايات تانية ما وصلتش للسوشيال ميديا او ما وصلتش للاعلام او لم يتم القاء الضوء عليها. آه، طبعا على الرغم ان احنا عندنا 4 بنات وزخم اعلامي، لازم يبقى فيه مناقشة من نوع الجرائم دي. انا اسفة، لا انا اسفة عشان انا كده اتلخبطت. انا فاكرة انا بقرا لاول مرة دلوقتي سكريبت عشان احاول ان انا اكون شوية مرتبة افكاري كده، مروحش وانطلق. اللي يلاحظ الفرق بين جريمة خلود درويش الله يرحمها وبين جريمة نيرة أشرف، على الرغم طبعا يعني الفرق بينهم وكده، إلا إن هيلاحظ إن الزخم الإعلامي ووجود ومناقشة النوع ده من الجرائم ابتدى يقل في النيوز سايكل، أو اللي هي الدورة الإعلامية، أو حتى على السوشيال ميديا. إحنا ما اتكلمناش كتير، يكاد يكون ما حدش اتكلم على ماذا حدث في بورسعيد في تلك الشقة في حي شرق يوم الاثنين. آه، أنا معرفش هل الناس اعتادت أو زهقت أو إيه بالظبط في الموضوع. الفيميسايد هي مشكلة عالمية بتحصل في دول العالم الأول زي دول العالم الترسو موندو بتاعنا العالم الثالث. عندنا أسباب قد كده هوت، وكمان الفيميسايد موجود في مصر من زمان، بس أظن بعد صدمة نيرة أشرف ابتدت الناس تنتبه، وخاصة تنتبه للشابات. الفيميسايد بيحصل للسيدات المتزوجات وبيحصل للمخطوبات، لكن احنا المرة دي بنتكلم على بنات صغيرين في السن، كلهن لم يتزوجن، كلهن يعني كانوا لسه في مقتبل حياتهم، كلهن جميلات، كلهم حلوين. طبعا هي في ملاحظة تانية أنا لاحظتها، إن هم كلهم من الطبقة العاملة الكادحة كما يقول الكتاب، كلهن بره القاهرة. دي نقطة تانية محدش عارفة هل دي interesting أو لأ. احنا لازم نتكلم، ونتكلم على فكرة على الفيميسايد بكل أنواع including ومنها جرائم الشرف. يا ريت تقروا قصة الصحفية نادية مبروك في موقع دراج اللبناني في شهر اللي كانت بتتكلم حول كيف تم قتل والدتها الله يرحمها على يد خلانها، لأن هي تزوجت رجل غير بدوي. وحتى هذه اللحظة الصحفية نادية مبروك لا تستطيع زيارة قبر أمها. طبعا أنا عارفة إن إحنا لو فتحنا باب جرائم الشرف هنزعل ونجيب ناس تزعل معانا. دلوقتي في ناس شايفة إن السبب في كل اللي بيحصل ده هو الشيوخ بس والتطرف، والشيخ عبد الله كشري والشيخ مبروك عطية وكده هوت. بس بصراحة هو مش بس التطرف الذكوري في الدين هو السبب، احنا عندنا لوكشة أسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وأسباب العنف، المخدرات، التربية الغلط على كل المستويات. احنا بننسى مثلا ان واحد زي احمد بسام الزكي، صحيح هو ما قتلش حد بس هو كان معتدي واعتدى على فتيات قصر، وهو من الطبقة الغنية، ويبدو من حياته يعني انه هو كان عايشها بالطول والعرض، يعني مش متدين. عندنا شلة فيرمونت نفس الطريقة، يعني مش بس التدين الذكوري اللي هو بيحط الرجل فوق كل اعتبار كأنه خليفة الله في أرضه هو السبب. لا، انت عندك أسباب كتيرة ومن أهمها التربية. التربية يعني الصراحة من الآخر انت بتربي الولد غلط على الاستحواذ والاستحقاق، وان الست دي ممسحة من الآخر. ويعني ايه ست ترفضني؟ ويا سلام لو الولد اتربى في بيت بيشوف أبوه بيضرب أمه، ده لا أتوقع ان هو هيطلع شاب سليم أو شاب ذو أخلاق أو بيحترم المرأة. بالعكس، هو شايف أبوه بيعمل كده فهو هيعمل كده. دلوقتي لما بتكلم على الفيميسايدز، في جريمة حصلت في شهر فبراير، الإعلام كان مغطيها شوية، بس هي ما خدتش زخم شوية يعني
على الرغم هي برضو بشعة في منتهى التفاصيل.